عندي محمد وزهراء وآية. يعني محمد على اسم لا محمد ولد وزهراء بنية وآية. يعني على اسم الجد اختاريته محمد؟ اي طبعا محمد على اسم ابوي. معتز يعني بوالدك؟ طبعا هذا شرف لي وفخر. اذا نحيي اطفال عماد محمد. عماد، تتوقع انه احد اطفالك راح يكون لاعب جيد ايضا مثل والده؟ اكيد يخبص البيت وجول وهجوم والله وضربة محمد جزاء. بس تاخذه وياك يعني في مبارياته؟ طبعا هو يروح معي دائما يحضر التمارين. ايش قد عمره؟ هسه هو عمره 5 سنوات صار. زين عماد، انت حاليا في مرحله احتراف، يعني قبلها كانت في قطر، الان في ايران. العائله وياك ام مبتعد عنها مثلا، يعني هذه الفتره اللي تلعب بها زوروني في السنه؟ لا طبعا عائلتي معي على طول الموسم. اي وطبعا يعني يسافرون وياك. اي ووالدتي ووالدي ايضا يعني ما اقدر يعني على فراقهم هماتين يعني ما دائما الاقي عليهم بالتليفون لازم تجون والوالده يعني خطيه تجي شهر وتريد ترجع لان تعرف ظروف البيت والعائله والاخوان هنا. لا هي هناك من تروح يعني ترتاح يعني ما تسافر وهاي، بس هي هنا متعوده جيران وطب وتطلع هناك ماكو طبه ولا طلعه وزياره هنا واي ما شاء الله تروح تزور. نعم. فشوها شهر وراها تشمرها منا روحي نوديها زيارات. عماد محمد، يعني يقال عنك انه صاحب المواقف المحرجه، شنو ردك؟ لا ما عندي كل مواقف محرجه، بس انا مرات لاعبين اشوفهم يضوجوني مثلا، اكو لاعبين يلعبون دومنا يلعبون هاي اطب ابوق لي يبون يعني 3 واطلع من عندهم يظلون يدورون ثاني يوم ما يعطيهم اياه. ايش لا قلبهم طيهم اياه بالمباريات. عماد، كم شقيق عندك؟ احنا 9. انتوا 9. الله يخليك. 3 بنات. زين، يعني هم اكو من بعد قد يصيرون فريق؟ صدق بعد قد يصيرون فريق؟ 2 ونلعب. يعني نلعب العراقيه. كابتن، يعني هل اكو من يعني من اشقائك انه لاعبين يلعبون في انديه؟ انا اخوي خالد قبلي كان لاعب ايضا، بس ما يعني الظروف ما سامحت ان يلعب بنادي او هاي، وهو هسه الان دا يكمل دراسات ماجستير وهاي، هو خريج تربيه رياضيه. وجدت يعني هذا الطريق صعب لو تشجعهم وعندي رعد اخوي. لا طبعا هو خالد اخوي هو اللي كان الاول يشجعني يعني لان هو قبلي وهاي اكبر مني. عندي رعد اخوي لاعب كان يلعب نادي الزهراء وحاليا يلعب نادي كربلاء اصغر مني. طبعا اتوقع على مستوى ان شاء الله، اتوقع على مستوى جيد يقدم بمباريات. عندي اللاعبين الصغار يعني الباقي اخوتي الصغار، فيعني ما اعتقد واحد بيهم يعني عندي والله طموحهم امكانياته كلاعب اشوف فيه لاعب جيد، لكن هو ظاهر تشجعه على الدراسه رايح يعني متوجه على الدراسه اكثر. هو هجوميين مثل عماد محمد لو رعد لاعب هجومي، وعبد الله ايضا معاله هجوميه ما شاء الله. هسه اريد هجمه من عندك وترجعنا لذكرياتك الاولى وايام طفولتك واول وقعه وقعتها اكيد وانت تلعب طابه. طبعا هي الوقعات هواي بالشارع، وزين هسه لابس هذا لان الاصابه. رجعت تبكي للبيت؟ لا طبعا ما ابكي. يا صح يعني كنت كانت تتدرب بها وانت صغير. كنت من اتعور لو من يصير لي موقف ما ابكي، لان كنت اخاف يعني من الوالد والوالده كانوا مانعيني من انا صغير، مانعيني من اللعب بالشارع، لان خاصه يحثوني فقط على الدراسه. تتذكر يعني الساحه اللي يعني كنت تلعب بيها ايام؟ اي طبعا كل الساحات يعني من انا طفل اذكر وين كنت العب ولحد ما يعني انا طبعا فريق الشعبي تتذكرها باي مكان يعني؟ فريق التضامن يعني معروف في كربلاء. نعم. يعني هي بداياتي بالمدارس وبالهاي، فكلها على بالي يعني. لحد الان شريط يعني ويرجع في كل مباراه يرجع دائما يعني دائما كل ما اصفن كل ما اقعد وين لعبت وين. تقوي الكابتن عماد محمد هذه الذكريات والمعاناه الطويله اللي يعني من بدايه حياتك واحترافك لحد الان. طبعا انا هو اللي اعطاني الحافز الكبير هو الحياه يعني والمنطقه الشعبيه اللي كنت اسكن فيها، يعني هي اللي اعطتني الحافز الكبير بين اي منطقه اصبح واروح للنجوميه. حتى نقول يعني مو بس نعرفهم، حتى نشيد بالمنطقه. اي طبعا منطقه حي العسكري في كربلاء، يعني هاي منطقه اعتز بها واصدقائي لحد الان بها واخواني. تحياتنا لهم اكيد كل اهالينا في حي. فيعني هي هاي اعطتني حافز كبير بين يعني انا
يعني صغير كان عندي طموح بان العب، بان اصير مثل احمد راضي، اصير مثل ليث حسين، هذا كان طموحي يعني. نعم. امثل منتخب، امثل العراق في بطولات عالميه، ارفع اسم العراق. فالحمد لله والشكر يعني هذا الطموح تحقق، بس صحيح بتعب ومعاناه. كابتن يعني لما انت كنت يعني في بدايه حياتك كنت تتوقع راح توصل لهذا المستوى اللي انت وصلت له الان؟ قلت لك انا من كنت اباوع بالتلفزيون وانا صغيره، من صغير احب كره القدم، من كنت اباوع لعبات المنتخب الوطني. يعني كان طموحي كله ان العب بمكان ذولا. يعني كل طموحي العب بمكان ذولا، حتى يعني من كنت اتدرب في فريق التضامن يعني. مدربين الاخوان الكبار اللي ويانا بالتضامن فيشوفون مثلا بشهر تموز يحلون مرات يعني يجون من الدوام طالعين او هاي، فبالاربعاء العصر يمر صدفه رئيس الفريق الاخ ماجد مجدي، اوجه له السلام ايضا. فيوم من الايام يعني اجى بالسبعه هو يجون لارضيه الملعب يعني بالسبعه. قال لهم اريد احكي لكم حكايه، قال لهم انا اليوم بالاربعاء جاي من الدوام وشفت عماد دا يركض. قال لهم يعني تصدقون ما حد يقدر يطلع بهيك وقت، ما حد يقدر يمشي بالشارع، وانا شفت عماد دا يركض ولحدنا واظل من الاربعاء للسبعه. عماد ماجد كان اول مدرب تعاملت وياه؟ طبعا انا تعاملت على مستوى النادي. نعم. اول مدرب يعني نعطى فرصه لعماد محمد بالنزول للملعب كان العراف عماد محمد. انا المعلم استاذ قيس يعني هو كان له هم ايضا صاحب فضل علي في كربلاء، ايضا مدرسه كربلاء، يعني هو بعد بروزي في دور المدارس الابتدائيه هو اداني الاشبال كربلاء. جميل. اي وتدربت مع استاذ رضا الوزني، وتدربت مع سعيد الدارمي الله يرحمه. فذولا يعني ذولا اصحاب فضل علي في كربلاء في الناشئين. ايضا تدربت مع المدرب في فريق الشعبي مع المدرب كريم فريح، ايضا صاحب فضل علي. اكيد باقي السلسله والمدربين، واكيد كل مدرب كان يضيف لك شيء. طبعا شباب الزورات تدربت مع المدرب الله يرحمه نوار حسين. يعني مع الاسف كلهم يقول الله يرحمهم لان ظروف العراق وهاي يعني اخذتهم. وطبعا صاحب الفضل الكبير جدا علي المدرب عدنان حمد وثائر جسام، يعني ذولا اعتز بهم يعني. اما خلينا نرجع للمنتخب، رجعنا لنقطه اساسيه للمنتخب، هل هناك مشاركه قريبه للمنتخب العراقي تستعدوا لها كمنتخب عراقي؟ والله يقولون في شهر العاشر بطوله التضامن يعني راح تكون في ايران. نعم. واعتقد اكو بطوله غرب اسيا ايضا بس بيا شهر ما ادري في لبنان، لكن هي هاي بين البطولتين. فاحنا نتمنى ان نكون من نشارك بالبطوله، نستعد استعداد افضل من اللي نستعد للبطولات يعني اللي سبقت. تتوقع انه ناظم شاكر راح يستمر مع تدريب المنتخب العراقي؟ والله انا اتمنى اي مدرب عراقي ان يستمر، اي مدرب عراقي يعني يعطوه الثقه للاتحاد ان يستقر انا معه. نعم. توقعاتك للافضل يعني؟ انا متفائل بالمدرب العراقي، دائما الانجازات وهاي اتوقعها تكون مع المدرب العراقي. عماد قبل قليل مع سألتك حلا كان شنو طموحك وهل كنت تتوقع انه توصل لهذه المرحله؟ وقلت كانت امنيتي ان العب للمنتخب العراقي وامثل المنتخب واسجل اهداف اكيد وترفع اسم البلد عالي ان شاء الله دام، وكل العراقيين نتمنى لهم هذا الهدف، لكن اليوم عماد محمد ماذا يتمنى فيه؟ يعني هل هناك طموح او حلم لم يحققه عماد محمد؟ هو طبعا طموح يعني انا برايي الطموح ما ينقطع يعني حتى ولو تنجز كل الانجازات. نعم. يعني هسه مثلا بالاحتراف تحترف يعني هسه في نادي اوروبي مثلا هو هذا الطموح، مثلا تحترف في دول الخليج او تحترف في ايران او تحترف